اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم الناس الكل على قناتي فوق ميزين. رجعت لكم فيديو جديد كالعادة والعواد، إن شاء الله ما نغيبش عليكم. بالنسبة للفيديو متاع اليوم فيه ضيافة كاملة بكسكسينا التونسي، الطاجين متاعنا التونسي، وبحاجة حلوة إن شاء الله تراوها في الآخر بالكل، باش نخليها للفيديو الجاي. كأول حاجة لهنا عملت شوربة القراع الأحمر. كما تراو لهنا ضفت لها إضافة شوية حمص طيب. هي تجيب البصل وتجيب القراع وتحط فيها البطاطا. هنا حطيت برشا قراع، كعبتين بصل وكعبتين بطاطا، وزدتهم شوية حمص، واحد ملح، فلفل أكحل، كركم، زيت باش نسكر عليهم الكوكوت، ما نزيدها حتى شيء آخر. وبالنسبه للطاجين خذيت هنا كعبتين بطاطا جويدين على الاخر، قصيتهم، ما نحبش يظهر فيها البطاطا طاجين، باش نسوتيهم بالكدا ونحط لهم نسوتي معاهم الزدر نتاع الدجاج ولا سكالوب اللي عندك، فواحد كركم، فلفل اكحل وملح، شويه كيلو زعتر وتابل وكرويه، وباش نخليهم يطيبوا على راحتهم. بالنسبه للكسكسي اول حاجه قليت الفلفل الاحمر هذاك تشوفوني من بعد نرحيه مع 3 سنون ثوم يبنن على الاخر. الكسكسي نقعد ديما نطيب بيه نحطه في حكه. قليت البصله لهنا اول حاجه، وباش نمشي نفوح اللحم اللي هو لحم بقري، باش نحط له بالطبيعه يحب الثوم والتابل وكرويه، باش نحط له 4 سنون ثوم كبار، وباش نفوحه ونحط له زيتونه، نحط له تابل وكرويه، ملح، كركم وفلفل زينه. باش نحط لهنا كميه متاع الطماطم الدبوزه ديكا 700 ملي، باش نحطها ناقصه شويه، حطيت مغرفه كامله ناقصه شويه فلفل هذاك اللي رحيته يبنن على الاخر الكسكسي نتاعي، وحطيت فلفل اكحل. باش نحط لهنا اللحم نتاعي المفوح مع الطماطم والفحات هذوكم فوق البصل بعد ما قليت البصله، وباش نخليهم على نار هاديه يتقلل لي شويه اللحم، ما نحبش نحرق الفحات. نحضر بحذايا الماء السخون، وباش نحط لها الماء اللي يكفيها، بما اني باش نطيبه بالخضره. يعني الخضره نتاعي قصيتها حاضره، جوست تقعد لي كان باش نرميها في الاخر. هذا الفلفل الشايح اللي نقليه ونرحيه مع الثوم، نحطه في دبوزه نستعمله للكسكسي في كل مره. لهنا بالنسبة للسلطة أخذت الأنواع هذوما متاع السلطة، عندي هذيك روكولا نوع حاضر مغسول حاضر. لهنا باش نشيح السلطة اللي باش نقصها، والكعبات هذوكم باش نزين بهم، باش نخليهم على جنب. السلطة متاعي كيف نقصها وما نفوحهاش، نخليها على جنب في الاخر بالكل. قبل ما نحط الطاولة نفوح باش تقعد لي السلطة شادة روحها. لهنا انا زدت ربيت معاها كعبتين اسفنارية ما صورتهمش، باش تعطيهم اكل لون المزيان وتعطينا البنات. تنجموا تزيدوا زاد تحطوا الطماطم، تقصوا طماطم معاها تحطوا فيها اللي تحبوا تزينوها، تحطوا فوقها زاد موتزاريلا هكا مقصوصه مكعبات كما تحبوا انتم. الصوص متاع الطاجين متاعي حضرت كما تراو، باش نحي منها شويه نستحقهم فطار تبريك اي حاجه نعملها اليوم غدوه يبدا عندي حاضر، بما اني طيبت بزيت الزدر. ديما كي نطيب صدر هكا متاع طاجين والا حاجه نخلي منه على جنب يقعد لي نستحقه. باش نقص لهنا اول مره باش نعمل الطاجين الاكثري انا ما نعملوش بالمعدنوس، باش نعملو هكا بالمعدنوس. نقص المعدنوس جويد، باش نحط له كميه اللي نستحقها، وباش نضيف عليه 4 توابع جبن تقريبا، توابع يبنن مع الاخر الطاجين. باش نحط لهنا اقل من 100 غرام موتزاريلا قصيتها مكعبات، وباش نزيد 100 غرام جبن مرحي، جرانا بادانا ولا اي نوع متاع جبن ميكست عندك. وباش نحط شطر حكه متاع جوتا اللي يخلي لي الطاجين نتاعي يجي طري، باش نحطه على جنب وقت اللي نجي باش نطيبه ونعملوه العظم. هذيك كيما تراو الزوبه متاع الزوكه حضرت، باش نرحيها قبل ما نقدمها. لهنا اللحم متاعي متاع الكسكسي قريب يطيب، باش نضيف السفنارية هي الاولى بما انها جويدة مقصوصة على 2، باش نضيف معاها بقية الخضرة اللي هي البطاطا، باش نقصها في 2 باش تجيب لي فيسع. وباش نحط القرع بالقشرة متاعو كما قلت لكم، القرع هذاك راهو يطيب فيسع فيسع، ما عادش كما قلت لكم اول الفيديو. نغسل بالقدا ونحطه في القشرة متاعو، وبعد نخرجه هو الاولاني خاطر فيسع فيسع يطيب. اول مرة القرع هذاك حصلت فيه طيبته بلاش قشرة ما لقيتوش. لهنا باش نستعمل انا كسكسي مفور فيه كعبات كما تراو فلفل اكحل كبار، باش نصب عليه الماء
هذه طريقتي، وديريكت نصفيه ما خليهوش يشرب الماء ذاك، عبارة باش نشلو أكاهو ونخليه يستقطر في الصفاية 5 دقايق، من بعد يولي لي كل كعبة وحدها ويفور فيسع فيسع. أنا نحب الكسكسي المفور، ساهل وفيسع فيسع، يحضر وبنين في نفس الوقت ويبذر ما شاء الله، تحط شوية يبذر. شوفوا لهنا كل كعبة وحدها. قبل ما نعبيه في الكسكس حطيت له كعبات عود قرنفل يعطيه هيك الريحة البنينة، وباش نحطه يفور. اخر حاجة نحطه هو يفور، على خاطر كما قلت لكم الكسكسي مفور فيسع فيسع راهو يحضر. دوب ما يفور نحيه على جنب، ونحي الخضرة متاعي. لهنا رحيت الزوبة متاعي، شوفوا كيفاش تجي، راهي تجي بنينة على الاخر. باش نقدم معها انا الخبز هذا قصيته مكعبات، باش نفوحه بشويه زيت زيتونه ونحطه في الفور يولي هكا يتقرمش شويه، يتقدم في صحفه الشوربه اللي هي يحب يهز يحط في صحفته. نحط شويه جبن مرحي ونحط فوق الخبز هذاك وهكا خوية زيت زيتونه، تجي بنينه على الاخر الشوربه هذيك. لهنا باش نحي الخضره متاعي بعد ما طابت. اول حاجه نحي القرع كما قلت لكم في ساعه يطيب، ونحي بقيه الخضره متاعي. وباش نمشي نحط الطاجين متاعي يطيب، ندهن الطبق متاع اللي باش نحط فيه الطاجين. هنا هذايا الطبق هذايا نعمل من حارتين لحارتين وكعبتين، انا والخليط قداش حطيت فيه دجاج وقداش فيه بطاطا. نحط حارتين المره الاولى وبعد نتبع تتبيع، اذا كان حسيته ناقص نزيدو كعبتين الاخرين نزيدهم في الاخر. بالنسبه للطاجين لهنا باش نحطه على فور عادي، معناتها ما نخدمش المروحه باش يقعد لي الطاجين متاعي يطري. على نسخن الفور على 180 درجة، ومن بعد نحط الطاجين متاعي يطيب. هنا زدتهم الكعبتين في الاخر يجيني الطاجين متاعي خفيف كما تراو لهنا. حضر باش نخليه يبرد على جنب، وباش نسقي الكسكسي متاعي. جاي نودكم وما نشهيكم باش نسقيه. ما تكثروش المرقه للكسكسي المفور خاطر ما يحبش برشا المرقه. تبعوا تتبيع، حطيت له شويه فلفل اكحل يبنوا على الاخر، وباش نخليه جوست يهدى شويه كهو باش نشوفه يستحق اكثر سقاء والا لا. لو طون اللي هو حارتاح شويه الكسكسي، مانيش باش نخليه يبرد، جوست بركه نشوفه معناتها يستحق السقاء كما قلت لكم اكثر ولا لا. وباش نحط السلطه متاعي في طبق التقديم، فوحتها اخر وقت. الطاجين كيف لهنا برد باش نقصه ونحطه على الطاوله. جاي طري وبنين نودكم ومنشهيكم. الطاولة متاعي كيف حضرتها من الاول. الشوربة رحيتها وحطيت بحذها جبن مرحي والخبز هذاك اللي يحب يحط في صحفته. لهنا الطاجين غطيته باش يقعد سخون. دوب ما يجيو الضياف نقدم الكسكسي متاعي ونسقيه. كيما تراو لهنا سقيته جاي عجبهم على الاخر وجاي بنين ما شاء الله. كسكسينا التونسي ديما محبوب عند الناس الكل. بالنسبة للديسير راني عملت خبزة جاتو باللنزاس، وعملت فيها زادة فوقها الجوزة مرحية، جات بنينة جوزة صدقوني سامحوني مش مرحية، جوزة مهروشة، وحطيت فيها زادة جلجلين جات بنينة على الاخر. ان شاء الله نشارك معاكم الوصفة في الفيديو الجاي بالتفصيل. وهذه الضيافة متاعي كانت اليوم ووصفتنا اليوم، ان شاء الله يعجبكم. ما بقى لي باش نقول لكم شهية طيبة الناس الكل.